مساء الفل. مساء الفل، ازيك يا فطوم؟ ازيك يا ريهام يا جميلة، عاملة ايه؟ منوراني. ده نورك يا حبيبتي. حبيبتي حبيبتي، ايه ده واحنا مش هنشوف ريهام ولا ايه؟ انا بحاول لسه افتح وانتي عارفه اهو طيب بابا تمام فتح. تمام. ماشي تمام. فتح ولا لسه؟ على مهلك. ده انا مستنية اللقاء ده اكيد يعني. حبيبتي يا مستنية فاطمه. اللقاء ده من بدري. حبيبتي يا ريهام، حبيبتي يا جميلة، عاملة ايه؟ الحمد حاولي لله يا اخبارك. حبيبتي، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ الحمد لله والله، انتي عاملة ايه؟ انا تمام يا عايزة روحي. اخلي الشاشة نص كده عشان احنا الاتنين، بس مش عارف، مش مشكلة. منوراني يا ريهام. ده نورك يا حبيبتي، ده نورك. حبيبتي حبيبتي ريهام، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. تمام الحمد لله، انتوا اخباركم ايه، مستعدين؟ انا مستعده للقاء ده قوي قوي قوي، من بدري مستنياه. يا حبيبتي. حبيبتي مدام ريهام. ميرفت، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ وسوزان اخباركم؟ احنا كويسين والله اطلعي يا كلنا فاطمه الحمد انتي، خليني اشوفك انتي. لله. لا اطلعي والله مش انتي عارفه مش فوق. عارفه هما ازاي بيخلوا الشاشه نصين، ازاي تعرفوا يا بنات تعملوها؟ والله ما مش عارفه. انا مش عارفه، حتى من هنا مش عارفه اعمل اي حاجه. لا مش عارفه. لو البنات من هنا يعرفوا يعملوها يبقى تمام، ما عملوهاش لا انا مبسوطه بيكي كده ريهام، مفيش اي مشكله. حبيبتي. مساء الفل يا الحمد جميل. لله يا سوزان، كلنا بخير. حبيبتي مساء حبيبتي الفل يا مدام ناهد، ازاي حضرتك؟ منوراني والله يا ريهام. انت عارفه ان انا يعني مبسوطه قوي باللقاء بتاعك لدرجه ان انا ما حضرتلكيش اي سؤال اساله لك، عارفه كده. بصي، هو سبحان الله احنا بقالنا فترة بنتكلم ان احنا هنطلع وامبارح كده جت الترتيبات الأخيرة، فسريعا سريعا، فحتى بصراحة يعني حقك عليا ان انا ما عملتش بوست يستاهل الحدث ان انا اكون معاكي والله يا فاطمة. حبيبتي يا جميلة. انتي عارفة اللخبطة اللي حصلت النهاردة، فسبحان الله. كل حاجة ليها كل ترتيبها من حاجه عند متقسمه. ربنا. سبحان الله، فعلا فعلا كل حاجه متقسمه. المهم ان انت موجوده معايا، دي اهم حاجه. حبيبتي حبيبتي، الحمد لله يا مدام ميرفت، احنا بخير الحمد لله، ما تقلقوش، كله تمام. ربنا يحفظكم يا رب يا ريهام. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب الله يخليك. لو حد ليه اي سؤال من اللي موجودين. آم، بصي يا ريهام، في الاول خلينا بدل ما نقول الاسئله، الاول عرفي الناس بيكي. طبعا انت معروفه وكل حاجه، بس طبعا الناس الجديده اللي لا لا هتدخل وهتتفرج اكيد. علينا بعد كده، فلا نعرف بقى ريهام العناني. طيب، يعني اللي عارفيني عارفين ان انا بشتغل كروشيه وعارفين ان انا كمان بعمل دمج شوية ما بين الكروشيه وما بين علم النفس والكوتشنج. أنا أساس دراستي هي كنت دارسة الخدمة الاجتماعية، بعد كده طورت نفسي شوية بالآرت ثيرابي كدبلومة، العلاج بالفن، وبعد كده بالكوتشنج ومجموعة من الدراسات النفسية التانية، يعني مش عايزة أطول عليكم فيها. آم، الفكرة إن أنا شايفة إن الشغل اللي إحنا بنشتغله والموهبة اللي ربنا رزقها لنا هي حاجة فريدة، حاجة يعني مش موجودة عند كل الناس، ربنا اداها اختص بعض الناس بيها. هل معنى كده ان انا لو مش موهوبة في الكروشيه ان انا مش ممكن اكتسب الموهبة دي؟ لا تقدري طبعا، ولكن الموضوع محتاج شغل سواء كنتي موهوبة او مش موهوبة. طب الهبة دي ايه؟ ليه بتتكلمي انها حاجة قيمة كده قوي يا ريهام؟ بتكلم انها حاجة قيمة لان هي آم، أداة ومنحة ربنا وفرها لنا كده ببلاش، علشان نتواصل أكتر مع نفسنا ونعرف نفسنا أكتر. فبمنتهى البساطة أنا بشوف إن اللي بنعمله في الكروشيه هو اللي بنعمله في حياتنا، هو ما هو إلا انعكاس لتصرفاتنا
ولشخصياتنا وللحالة النفسية اللي احنا بنبقى فيها. وهو مش هروب على قد ما هو مكان مريح بالنسبة لنا يعني. وبالتالي أنا بشوف زي ما كاتبين كده في البوست إن هو مراية بتاعتنا. آم، يعني حابة أحكي لكم القصة، وأكيد كلكم عارفينها، اللي هي بتاعت سنو وايت. لما جت الأميرة الشريرة وقفت قدام المراية وقالت لها: مرايتي يا مرايتي، في حد أحسن مني؟ فقالت لها كل مرة كانت تقول لها لا أنتي أحسن حد، وبعديها جت لها وقالت لها في واحدة أحلى منك. فأنا بشوف الكروشيه كده. الكروشيه هو المراية بتاعتنا اللي بتقول لنا ايه اللي جوانا. هي كانت دايما تسأل على اللي جواها، فهو بالظبط زي المراية بتاعت الأميرة اللي بتوصف حالنا وحال شخصياتنا من جوانا. بس فهو عشان كده احنا طالعين النهاردة نتكلم، ومش نتكلم عن خيوط وإبر وغرز، على قد ما نتكلم عن المراية اللي بتشرحنا من جوه وبتعرفنا بنفسنا أكتر وأكتر. طيب قولوا لي كده، الله ينور عليكي يا ريهام، يعني بجد انا مبسوطه بيكي قوي. بس انا عايزه بس ايه اديهم هم المساحه. بصراحه انا مش عايزه اتكلم، انا عايزاهم هم اديهم أيوة. المساحه لو هم ليهم اي سؤال. هو الفكره لو انتوا في اي مشكله بتواجهكم انتوا شغالين في شغل الهاند ميد، استاذه ريهام ممكن تجاوبكم. او لو في اي مشكله يعني بتصادقكم في الشغل، تقدروا تقولوها للاستاذه ريهام، والاستاذه ريهام تقدر تفيدكم. هو طبعا الوصف جميل، اصلا مفيش كلام اقوله بعد ريهام بعد كلام ريهام الجميل. يا حبيبتي والله من فعلا ذوقك. ريهام، الهاند ميد ده موهبه جميله قوي قوي، انا بحمد ربنا عليها. انا شخصيا كفاطمه، لا انا بحمد ربنا على الموهبه اللي ربنا عطاها لي. لاني بجد بجد لا يعني هي بتطلعني. خليني بقى اتكلم معاكي انا شويه لغايه هم بقى ما يكون ليهم سؤال ولا حاجه. انا يا ريهام بتطلعني من حاجات كتير قوي انا بمر بيها ومريت بيها. انت عارفه كلنا بنمر بحاجات كتير في حياتنا، احنا عايشين في حياه، في دنيا. فطبعا طول ما صح. احنا عايشين فيها اكيد بيقابلك الوحش، بيقابلك الحلو، بيقابلك المشاكل، بيقابلك الضغوطات اليوميه. كل ده احنا بنعيشه. فبجد بجد فعلا الهاند ميد يا ريهام بيطلعني، بيوديني في مود تاني. انا معرفش كل الناس زيي ولا لا، هل انت كده زي ريهام؟ انا فعلا فعلا لما بكون أكيد. متضايقه، والله والله. يا ريهام بجد لما بكون متضايقه، انا بمجرد بس ما امسك الابره والخيط، امسك اي مشروع عندي انا يعني سايباه وعايزه اكمله، لا تلاقيني انا رحت فعلا في دنيا تانية، في دنيا تانية، ونسيت انا كنت زعلانه من ايه. تخيلي. يا سبحان الله، تركيز بقى. ايوه ايوه، سبحان الله سبحان الله. في أول سؤال يا فاطمة: ليه بنبدأ بحماس وبعد شوية بيروح الشغف؟ اللي بتسأله مدام ناهد. مدام ناهد، خليني أسأل حضرتك سؤال. آه، هو إيه الشغف أصلا؟ طيب تحبي يا ريهام اللي يسألك سؤال ممكن يطلع جست يتكلم براحته، ولا يعني لا ما عادي زي عندكيش ما انتي مشكلة؟ حابة. يا يطلع جست يا إما يكتب لنا زي ما تحبي. انا حاسة ان لما آه، يكون جست الكلام هيكون افضل، والنقاش هيكون افضل. تهيألي كده. زي ما تحبي، بس انا حابه يعني بقترح، وطبعا زي ما انتي شايفه يبقى المساحه الكل يتكلم فيها. انا ما لكن لو عنديش هو طلع مشكلة. لوحده هنبقى بنتكلم معاه هو لوحده، ولا هيبقى بصي ازاي؟ يا مش عارفه ريهام، يا فاطمه. بصي يا ريهام، اللايف بتاعك اتصرفي زي ما انت عاوزة. انا بصراحة انا طب مبسوطة خلينا بوجودك معايا. نتناقش. تمام، حبيبتي اعملي ربنا يخليكي، اللي طب انت خلينا عاوزاه اعمليه. نتناقش تمام. علشان هما برضو يبقى الكل عنده يا جماعة احنا هنا مش قاعدين مع حد جلسة فردية، احنا كلنا زي بعض بنتناقش. فياريت اللي هتسأل سؤال وهرد عليها بسؤال، او هندخل معاها شوية، يبتدي الباقي يفكر في الكلام. انا عايزة بس ان كلنا يحصل لنا كده جوانا نسأل نفسنا، ونخلي فيه زي كذا سؤال، نشوف بس الكروشيه بشكل تاني، ما نشوفوش انه غرز ومشروع وعايزين نخلصه وبنجري لا، تعالوا نشوفه
بوجهة نظر اللي انا حكيت لكم عليها، انها المراية اللي هنقف قدامها نسألها. فخلونا كلنا زي ما مدام ناهد كده سألت نسأل نفسنا ليه بيحصل ده. طيب هو أحمد يوسف بيقول فعلا نفس سؤالي، يعني اوكي. مدام ناهد وأحمد كده نفس السؤال. طيب خلينا نقول ان الشغف ده اصلا هو بيبقى الشرارة، لو انا هعرفه علشان ارد عليهم. لاني مش شايفة لسه رد. ايوه، لا اهي ردت حبيبتي. يعني ببدأ وبكون مبسوطة، ولو حصل اي شيء بيتعبني نفسيا يروح الشغف اني اكمل. مظبوط. هو ده الحماس الاولاني او الشرارة الاولانية اللي بتخلينا نبتدي. بس هو أنا لما أكون باشتغل مشروع أو ورايا هدف أو ورايا حاجة أعملها، هل هو الحماس هو لوحده اللي هيخليني أحقق الهدف؟ تقصدي إيه يا ريهام؟ يعني هفترض يا فاطمة أنا المفروض النهاردة أنزل أروح مثلا للدكتور. تمام. فأنا رايحة بقى وعارفة إن أنا هيقولي بس أنتِ خسيتِ يا ريهام وإنِك بقيتِ أحسن whatever بقى هو دكتور إيه. فهل إن أنا متحمسة إن أنا عايزة أروح للدكتور ده كفاية، والّا لازم أبذل مجهود عشان أوصل الشغف ده يتحول لطاقة؟ هي بس مجرد بتبقى عبارة عن شرارة، الشرارة دي أستخدمها إن أنا أوصل. طب لما أنا مدام ناهد كتبت إن هي لو أي حاجة حصلت بتعطلها نفسيا، طبيعي إن إحنا طول الطريق هنلاقي حاجات بتعطلنا. طب وقت ما بتعطلك يا مدام ناهد بتعملي إيه؟ أنا للأسف كده أنا بجاوب عنها. ما هو عشان كده طلبت منِّك إن إحنا أي واحدة ليها سؤال ترفع مم. اليد تقول سؤالها وتتكلمي معاها، عشان يبقى في إجابة. تمام. ماشي يا صح حبيبتي، كده؟ كلامك صح. صح. تمام. خلاص يا مدام ناهد لو عايزة تتفضلي معانا يا نهودة اتفضلي. هي قالت بنعزل. تتفضلي معانا يا مدام ناهد. نهود. طيب هابعت. هو أنا ليه باقول لها مدام ناهد؟ دي نهودة. دي نهودة حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ازيك يا ريهام؟ حبيبتي؟ منورانا بجد والله العظيم. حبيبتي. بجد. بصي، عشان طبعا ندي فرصة لبقية البنات ان هو لو عايزين يتكلموا. انا فعلا انا بحب الشغل الهاند ميد. مؤخرا الفوانيس وقبل الخرز يعني، وقبل منه مع فاطمة التبستري، وقبل التبستري الكروشيه، بالاخص المفارش، الكروشيه الفيليه. تمام. مم. فدول ده يعتبر اهم حاجة عندي. حتى لو انا مش بسوق مش ببيع، بهادي، بس بحبه بعشقه. كويس. مم. الواحد بيمر بظروف، يمكن السنين الاخرانية الواحد مر بظروف قاسية جدا. الاول كان الواحد يعرف يتأقلم بسرعة ويخرج مم. من الوعكة. بدأت الحكاية اني ابدأ اقول لا، انا هبدأ في المشروع واكمله. اجي في يحصل حاجة، بدأت بقى واحدة واحدة الكيرف بتاعي ينزل، اني انا مش عارفة اخرج زي الاول. ليه؟ لان ممكن تكون الضربات جاية كتيرة، جايه قويه، وجايه مثلا من اقرب ناس. الواحد ساعات يعني شيء طبيعي ان انت ما بتتوقعيش الناس دي هم اللي يعملوا معاكي كده. فالواحد مش عارف يخرج ازاي. انا عن نفسي بدأت فعلا ما ببقاش عارفه اخرج ازاي. ممكن والله وبدون مجامله ممكن اتفرج اخش اللايف مع فاطمه، ابتدي انسى. بس مجرد ما بنخلص من اللايف الواحد بيبقى خارج نفسيا مرتاح. مجرد ما اجي امسك الشغل افتكر اللي حصل. يعني هي بقى راجعه للواحد. هي اكيد راجعه للواحد، الاراده. هي الاراده بس. مم. طيب بصي يا مدام نهاد، هو مش بس الإرادة، لأن أصلا في مشاعر اكيد. ورا اللي حصل. اكيد. فالمشاعر دي ما اتفرغتش، ما ادينا لهاش مساحتها. احنا ايوه.
حضرتك كتبتي بنعزل، انت اه كتبتيها انا وقلت لها فعلا اقعدي ساكته، مش عايزه اسمع صوتك، انا عايزه اموف اون واتحرك. انا ما بواجهش فعلا، ما ببص للي بتواجهيش، قدامي وبسكت. مش مهم السكوت قدام الناس، مم. بس جواكي بتواجهي جواكي مشاعرك، بتقعدي معاها لا بتكلميها. لا لا، ريهام الحزن معلش، فعلا الحزن بيتملكني. معلش يا ريهام، عايزه اسال بس سؤال. هو يعني تواجه نفسها ازاي؟ ازاي ان هي تتكلم مع نفسها، ولا ان هي تطلع اللي جواها؟ يعني الحزن اللي جواها بالعياط، بان هي تعاتب نفسها؟ يعني انت تقصدي كده العياط بالظبط يعني بالظبط. كده، ولا الكلام اعترف، مع نفسها؟ اول خطوه ان انا اتقبل الشعور، ادمت انا زعلانه، انا حد قريب ليا خبطني، حد قريب ليا ضايقني، اعترف باللي حصل واتقبل. هي مراحل، هي المشاعر عندنا سبحان الله ربنا خالقها مركبة مركبة جدا، عبارة عن سلم، الحزن والغضب والخيانة والخذلان والحاجات دي تحت قوي قوي في مم. المشاعر. بعد كده لما بنعلى شوية وتبقى المشاعر كويسة زي الانبساط والفرح والحاجات دي أعلى حاجة في المشاعر. فمش هينفع أبدا أنتقل من اللي تحت قوي كده للي فوق اللي قوي فوق قوي. كده إلا أما أمشي متدرج. فأول حاجة أنا لازم أقعد مع الشعور اللي أنا حاساه. أنا زعلانة، أنا اتغدر بيا مثلا، أنا حد ضايقني أهني وات ايفر هو إيه، لازم أتقبل أنا كده، أنا زعلانة، أنا الأول. مم. دي مشكلتي، ان انا ما بقولش انا الاول، انا مم. بقول اللي معايا الاول، مم. بتعامل عادي. فاللي بيبقى قدامك لما بتتعاملي عادي هو بيبقى خلاص اتأكد ان اللي عمله مش ما يوجعش او مش غلط او ما أو عدى. يزعلش. ايوه بالظبط كده. عرفت مؤخرا ان الواحد عشان يبسط اللي قدامه لازم يبقى مبسوط، عشان يقول للي قدامه انت ليك حق، يبقى انا لازم اقول انا حقي فين الاول. صح. في ناس كتيرة تقول لك لا دي أنانية، لا مش أنانية، ده اكتشفتها مؤخرا على فكرة. لا خالص مش أنانية. كان زمان لما بركب يعني وأنا بسافر اه واركب الطيارة، وكانت تيجي المضيفة وللي جرب الموضوع امم دوت دايما تقول ايه، حطي الماسك ليكي الأول وبعدين ساعدي أي حد محتاج صح. مساعدة امم حتى لو طفل. كنت أقول ايه الهبلة دي، يعني أنا مثلا ابني على رجلي وحصل كده مش هحط له الماسك الأول؟ لا امم طبعا. امم بعدين فهمت ان انا عشان اساعد ابني لازم اكون انا من جوايا قادره صح اساعده. بالظبط. ما ده أنا عرفته مؤخرا، والواحد بيحاول يعمله دلوقتي، الواحد بيحاول يعمله. بس أنا هسيب فرصة بقى للبنات يعني بجد، يعني إن هم يتكلموا هم كمان برضو يعني. سعيدة بيكي واي والله يا حاجه حضرتك ريهام. محتاجاها تحت امرك يا لا مدام والله بجد انا حبيت بس ان انا اقول الكلمتين دول، ان انا فعلا بدأت اعملها. مش اقول انا واعوذ بالله من كلمة انا، لا، عشان ابسطك يبقى انا لازم اكون مبسوطة، عشان اقول لك اديكي حقك يبقى انا اخد حقي انا كمان. صح. بس برافو عليكي. هو احنا بس للاسف الثقافه العربيه بتاعتنا اللي اه هو خليكي عندك عطاء، خليكي ايوه كريمه، ما ايوه تبقيش انانيه، ودي ايوه ثقافه مش صحيحه يعني. بالظبط بالظبط حتى بالظبط ديننا كده. ما قالناش كده. لا طبعا لا طبعا. يلا وانا هسيب فرصة للبنات اللي عايزة تتكلم هي كمان يعني. ميرسي يا ريهام، متشكرة جدا يا ميرسي حبيبة قلبي. حضرتك. شكرا. شكرا. يعني ميرسي يا حبيبتي، ما تحرمش منك. تقريبا مدام ريهام انا كده تمام فصل. قولوا لي يا حلوين، بتحسوا بإيه تاني؟ ايه المشاعر التانية اللي ممكن تكون بتقابلكم وانتوا بتشتغلوا؟ صوتك فيه طاقة إيجابية رهيبة. هالة أنا شايفة كده يا صح؟ حبيبتي. بتقولك أنت يا ريهام. ولا هناء ولا هنا؟ أنا مش شايفة. أنا من بعيدة مش بعض شايفة. وحيول يعني.
انا بعت طلب. حاضر يا منى، لو انتي موجودة لو سمحتي ممكن تشوفي الواتساب. هقول كلمة بس لمدام ناهد. أنا شفت حضرتك بعتيلي مسج إن شاء الله قبل اللايف، بس ما لحقتش أدخل. إن شاء الله أول ما أخلص هدخل وهشوف. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنوتاتي الامارات؟ ازيك يا مربوط، عاملة ايه يا بنتي؟ منورة يا ريهام، انا من زمان مستنية اللقاء الجميل ده، وحشتينا وحشتنا لقائك يعني اللي كلها ثراء وحاجات قيمة بصراحة يعني. حبيبتي يا مدام ميرفت، ازي حضرتك؟ وحشاني والله. كل الحمد سنة لله وانتي والله، طيبة. وانتي بألف صحة وخير يا حبيبتي يا رب، وكل اللي موجودين بألف خير. اللهم آمين. برضو عشان ما اخدش من وقتك كتير يا ريهام، انا بقى عكس ناهد، بمعنى انا وصلت لدرجة ان انا الكروشيه بالنسبة لي، طبعا انا بعشق الكروشيه ده في المقام الاول. شغل الكروشيه عموما او الابره يعني، انواع الكروشيه كلها يعني، كروشيه عادي، تابستري عموما يعني، بيوصلني لمرحلة ان انا ايه، بوصل لمنعطف كده ان انا عايزة اعتزل الناس تماما. جوايا صراعات داخلية، مشاكل كده، بس انا ببعد عن الصراعات دي بالابرة، مش بواجه. بيبقى جوايا بقى، يبقى خناقه جوايا داخليه كده يا ريهام، يعني عارفه، انا ماسكه ابريتو بشتغل، بس وانا بشتغل احيانا لو الشغل ماشي على وتيره واحده، بتلاقي ذهني راح للمشاكل، واقعد احيانا تلاقيني وانا بشتغل ببكي، وفي نفس الوقت مش عايزه اواجه، عايزه اعتذر عن البشر، لان حاسه ان المواجهه بتتعبني نفسيا يعني. ففعلا وصلت لمرحله لا، انا يعني شبه منعزله دلوقتي عن الناس فعلا، ما فيش بيني وبين اي حد تواصل، فيما عدا لايفات فاطمه لما بدخل ودردش وبتكلم كده مع البنات ومع فاطمه وكده. غير كده فعلا انا تقريبا شبه منعزل عن البشر، ومش حابه ان انا اختلط بالبشر واتعامل معاهم من كتر اللي شفته وتعرضت له، وانا خايفه ده يوصلني لحاله نفسيه سيئه بصراحه. يعني درجه ان انا كروشيه بفرغ فيه طاقه، بس الطاقه دي انا حاسه انها مش حلوه. طب وبعدين آخرة العزلة عن الناس وآخرة عدم التعامل مع الناس هيوصلني لإيه؟ يعني أنا دلوقتي كل اللي بتعامل معاهم ولادي اللي بيجولي، إنما ما بخرجش، ما حدش بيجيلي، ما بحاولش إن أنا تليفونات في المناسبات، أتصل بالناس مثلا لو في مناسبة أعيد، أسأل لو في وجه يعني حد تعبان كده، إنما غير كده لا. فأنا بصراحة يا ريهام خايفة إن الموضوع ده يوصلني لحالة اكتئاب بصراحة، وأحب بقى أسمع رأيك يعني. مدام ميرفت، بس خليني أسألك على حاجة. يعني انت حاسة فعلا ان انت منعزلة، ولا مختارة ان انت تضيقي دايرتك بمزاجك؟ مختارة، ما هو من ايه يا ريهام، من كتر اللي شفته. ما هو انا بختلط بالناس، بحس ان انا لا يعني، بصي انا مش هقولك ان انا مثالية، بس انا فعلا بحاول ان انا يعني في حاجات سلبيات كتير جدا في تصرفات الناس بتضايقني وبتتعبني وبتنعكس عليا. فانا يعني يعني الانعزال ده انا فرضاه على نفسي، لاني بلاقي من الناس تصرفات مش حباها. فاهمة قصدي؟ يعني انا حاسة كده من كلام حضرتك، او اللي فهمته من كلام حضرتك، انه هو اختيار بمزاجك، بس انت مش حباه، مش مرتاحة فيه قوي. بالظبط بالظبط. طيب، اذا حضرتك ممكن تغيري الفكرة دي وتنقي ناس تناسبك، ممكن يكون ازاي؟ او تكون ما مين هو الناس اللي بصي، تناسبك؟ هقول لك يا ريهام، انا دلوقتي يعني انت عارفه طبعا ان انا بالمعاش دلوقتي، فاختلاطي دلوقتي بمين؟ طبعا الزملاء في العمل كلهم الحياه خدتهم، وبحكم السن ما عادش فيه تزاوج، بنسال على بعض بالتليفونات وخلاص يعني. فمحيط التعامل مع ناس قريبين جدا يعني، باخد منهم صدمات ورا بعض متلاحقه، فده اللي خلاني اوصل للنقطه دي، يعني طب عارفه خليني حاجه مش أسأل متوقعه. أسأل هنا سؤال بس صغير. آه اتفضل. ليه مثلا محيط الصدمات انتي قلتي، يعني اللي فهمته انه اكتر من حد تاخدي منه صدمات؟ طب ايه المشترك هنا؟ ايه اللي بيحصل مشترك في هنا وهنا وهنا عشان يكون في صدمات متكررة؟ بص يا ريهام، المشترك ان انا ببص لنفسي، انا بتعامل ازاي، يعني مم. انا بعامل الناس دي ازاي. مم. فاهمه قصدي؟ انا بعاملهم ازاي. بتفاجئ بقى ان المعامله منهم هم بتكون يعني مش زي ما انا متوقعه، يعني انا بحب اعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به، فانا بلاقي النقيض، بلاقي العكس.
صعب. وبدون سبب، بدون مبرر. ويمكن يكون عارفة السبب أو المبرر إيه لتصرفاتهم، يحملوني أنا أخطاء الغير. فاهمة قصدي؟ مم. يعني حاجة أنا ما كنش أنا عملتها وأنا تصرف مني أنا شخصيا، بس يحملوني أنا أخطاء حد قريب مني، يعني مش مم. قادرين هم يتعاملوا مع الشخص ده. فبالتالي مين بقى اللي اتعودوا منها في المثالية وإنها ست كويسة وست طيبة يعني عارفة، فيروحوا إيه قلبين الدفع عليا أنا يعني. فده بيتعبني دلوقتي في سني ده، بقيت بتعب نفسيا جدا من الموضوع ده. فبلجأ للشغل بقى ايه، عايزه انا احس ان الشغل ده هو بيعزني، بس في نفس الوقت وانا شغاله في صراعات جوايا يا ريهام مش قادره اقاومها، يعني فاهمه قصدي؟ ايوه طبعا فاهماكي وحاسه بيكي، ومتفهمه موقفك، بس انا ملاحظه هنا حاجه اسمحي لي اشاركك بيها، اتفضلي. علشان بس ما ادخلش في تفاصيل الموضوع. ان حضرتك محتاجه تزوري الحدود بتاعتك شويه. بمعنى بمعنى ان انا حلو ان انا اساعد، وحلو ان انا اكون لطيفة مع الكل، بس هل محتاجة احط حدود تحميني من اللطفي اللي انا بقدمه هل بزيادة؟ ده سهل في سني ده، في المرحله السنيه العمريه اللي انا فيها يا ريهام؟ طبعا حضرتك اصلا صغيرة وفي السن وأمراية وكل حاجة، وبعدين ربنا احنا اصلا يخليكي. مأمورين ان احنا لاخر يوم حتى لو في ايدنا فسيلة نزرعها، صح؟ صح، صح طبعا، صح. ده كلام سيدنا رسول الله ما فيش شك يعني، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عايزة عموما حضرتك برضو تفكري عشان في الموضوع، فكري في تمام. الموضوع لان هو محتاج، يعني حاسه ان في تفاصيل شويه في الموضوع محتاجه نتكلم فيها. طبعا في حاجات انا مش قادره اقولها على اللايف يعني، بس معلش سؤال اخير يا ريهام، اه هل طبعا فعلا طبعا. ممكن الشغل اللي انا حبي الزايد قوي للهاند ميد ده يوصلني فعلا لمرحله ان انا خلاص اكتفي بيه بعيدا عن العالم الخارجي خالص؟ هل ممكن اوصل للنقطه دي؟ والله ده ممكن لاي حد يا مدام ميرفت، بس حضرتك اصلا حد واعي بدليل ان انت جايه بتتكلمي عن نقطه وحاسه بيها. لو انت مش حد واعي ما كانش حس بكده وكان قال لا 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 انا تمام انا زي الفل، بس انت حد واعي وشايف النقطة دي، وشايف ان هو رايح للانعزال، فبدأ يقول لا ارجع ازاي للتوازن. وهو ده المطلوب، اني اكون انا مختارة عزلتي بمزاجي، مختارة المكان عشان اكون مرتاحة فيه، وحاطة حدودي المناسبة ليا اللي هي تبقى بتحمي اماني. تمام، اشكرك يا ريهام، وطبعا كلامك يعني بجد انت عارفه ان كلامك بيريحني قد ايه يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. والله ربنا يخليك. وشكرا ليكي وشكرا لفطوم، واسيب الفرصه لغيري بقى. حبيبتي شكرا ماشي، ليكي ولوجودكم. ربنا يخليك. يلا خرجيني يا بطوطه عشان انا مش بعرف اخرج. حاضر، نورتيني يا مربوطة. ربنا يخليك يا حبيبتي. أخدتي بالك يا ريهام من حاجة؟ قولي لي. أخدتي بالك إن نهودة الأول قالت إن الأول لما كانت بتشتغل كان يعني كان الموضوع كويس معاها، ده اللي أنا فهمته أو ما معنى كلامها. بس الموضوع يعني كل شوية الطاقة بتقل شوية، امم صح؟ قالت كده إن امم الطاقة بتاعتها للشغل بتقل شوية، يعني مع امم الصراعات اللي بتقابلها كل ما يعدي الوقت كل ما الطاقة بتقل عندها للشغل. مربوطة قالت إن هي العكس. بدأت تشتغل وهي بتعيط يعني. امم طيب هنا كده ده هتبقى فيه مشكلة كبيرة معانا في الشغل يا ريم. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هل الموضوع ده هل ليه المشكلة؟ فعلا مشاكل الحياة هتخلينا ان احنا لا يعني حتى الهاند ميد مش هيطلعنا من الطاقة السلبية؟ يا فاطمة الهاند ميد مراية. ولو تلاحظي بقى بما انك عملتي يعني هي مش مقارنة طبعا، بس حطيتي الحالتين قدام بعض، فهتلاقي ان مدام ميرفت تعاملت بطريقة اللي تناسب شخصيتها هي، ومدام ناهد تعاملت بطريقة تانية خالص
اللي تناسب شخصيتها هي. وبالتالي ما ينفعش اقارن ولا اثبت قواعد واقول ان انا شغلي بيريحني عن العالم. لا، هو مرايتي اللي بتوريني انا ازاي بتعامل في المشكلة، لان الاتنين في مشكلة، مم. والاتنين مشكلتهم مع الناس. شوفي بقى مدام ناهد تعاملت ازاي ومدام ميرفت تعاملت ازاي. ده بيرجع لإيه؟ لأن كل شخصية عندها حاجات جواها، الكروشيه هو الوسيط اللي بيني وبين نفسي، وطلعها لي وقال لي بصي انتي هنا بدأتي تهربي من الناس وتقعدي لوحدك، وعملتي لنفسك كوكبك والعالم اللي مريحك. اما عند مدام ناهد قال لها انا مش قادر، انا حاسس بضغط، فمش قادر اطلع الابداع والشغف، لانها ممكن يكون عندها الابداع بتاعها بيجي بالانبساط، بالفرح. ان مش كل واحد فينا لما يزعل يرتاح لما نهودة، يشتغل. ايوه انا عارفه، بس نهودة قالت ان الطاقه بتقل، صح ما كده هي لو انا بتقل فهمت؟ لانها زعلانه. ايوه، ما انا بتكلم على كده. فهي معقوله لكن هتفضل فاطمه تقل مثلا تقل؟ تقول ما هي بتقل لان انا مضغوطه وعماله اضغط على مشاعري واكبتها تحت. مم. مش من حقك تحسي انك زعلانه. انزلي، انا هشتغل. فازاي تشتغل وهي اصلا من النوع اللي بيشتغل وهو فرحان طب وهو هسألك عنده سؤال. طاقه؟ طب هسألك يعني مربوطة اللي عملته هو صح او طبعا انا عارفة، عشان يعني كل حد ليه شخصية وبيتعامل بشخصيته مم. بإحساسه. طيب اه اللي عملته مدام ميرفت، ان هي بدأت تشتغل وهي بتعيط، هي كده بدأت تطلع اللي جواها وهي شغالة، فهل ده صح؟ في مشكلة حصلت عند ريهام. فعلا كل واحد لها تعامل مختلف. ما انا عايزة اعرف، هو معقولة يا بنات؟ معقولة انا يأثر اسفه، عليهم؟ هو كان قطع ورجع تاني، لا معلش. ولا يهمك، اخدتك. لا آه. ولا يهمك. انا كنت بقول لك ايه، كنت بقول لك ان ده صح، ده صح ان مربوطة اللي عملته، يعني هو فعلا صح ان هي بتطلع اللي جواها، بس ده صح. ما هو بصي يا فاطمه، ما فيش صح وما فيش غلط. الحياه بصفه عامه ما فيهاش صح وغلط، ما فيهاش لازم وما فيهاش مفروض. في التوازن اللي انا اعمله ما بين اللي انا حاساه واللي المفروض اكون عليه. فانا لما بعمل التوازن ده هو بيكون المنطقة الصح. زي ما انا كنت بشرح كده، في مشاعر تحت وفي مشاعر فوق. التوازن هو اللي صح. ممكن اطلع لفوق شوية لكن هنزل التوازن، وانزل لتحت شوية وارجع للتوازن. فإن هو بيبقى اكتر التوازن. مفيش حد على طول مبسوط ولا على طول زعلان، لكن التوازن هو الصح. عشان كده حتى في ديننا خير الأمور الوسط. مم. بس انا حاسة ريهام ان انا يعني حقك عليا يا احمد. حقك عليا. انا طبعا بقصد بنات بنهودة ومربوطة عشان هم اللي طلعوا معانا. حاسة ان انا مختلفة ريهام شوية. اه حاسة لما بيكون عندي مشكلة، والله بجد ده اللي بيحصل معايا، لا انا بدخل في مود الشغل. بصي مش ما انكرش، مش هقولك على حسب المشكلة اللي انا بمر بيها. اذا كنت يعني اتأثرت بيها بقى بأي شكل من الاشكال، يعني عيطت، اخدت جنب شوية، ايا كان ايه اللي حصل معايا في الزعل، ايا كان شكله ايه، بس بمجرد ما ان انا اشتغل وادخل نفسي في مود الشغل، انا بنسى كل حاجة. بس هقولك على حاجة، ايه اللي بيحصل معايا؟ بالاقي نفسي ضغطت على نفسي قوي في الشغل من غير ما اقصد، من غير ما احس، انا ما بحسش، يعني انا ما بحسش. ضغطت نفسي في الشغل ازاي؟ قبلت اوردرات كتير، اشتغلت كتير على القناة، طلعت لايفات كتير، ما هو ده شغل. صح. فبلاقي نفسي بعد كده بقى آه، ممكن مثلا اقع من طولي طبيعي عادي جدا، وفي الاخر اركب محلول. يا لقيت نفسي نمت يوم كامل انا مش قادره، وحاسه ان جسمي بيوجعني، وحاسه ان انا مرهقه جدا وتعبانه جدا. فانا حاسه ان انا انت هنا مختلفه. عملتي ايه يا فاطمة؟ انا ضغطت على نفسي. عملتي ايه؟ انا ضغطت على فما نفسي. عملتيش التوازن، ايوه انا هربتي ما هو من انا التوازن.
ما هو انا فاكرة الفيديو اللي أنا بعتهولك يا فاطمة وقلت لك دي فاطمة؟ اه هو أنت كده، دي شخصيتك، اللي عايز يعمل كل حاجة بسرعة علشان هو شايف رؤية محددة، فبيضغط على نفسه وبيضغط على فرحه وبيضغط على حزنه علشان هو عايز يوصل لهنا. مدام ميرفت كانت بتضغط عشان تخرج، فهي انتي طريقتك ان انا اوصل، هي اخرج. مدام ناهد لا، مش عارفه اشتغل وانا مضغوطه كده، فبفقد الشغف. انا شويه مدام ناهد، انا طبعا مدام ناهد. فكل واحد فينا له رد فعل مختلف، حتى في العيله الواحده. انتي لو في موقف مر عليكم في العيله كلها، هتلاقي انتي رد فعلك مختلف عن زوجك عن اولادك. صح وكذلك الشغل، هو الشغل بس بيورينا احنا بنتصرف ازاي في الحياة. يعني لو شفتي فاطمة بره الشغل هتلاقيها يعني سامحيني لو انا هشارك ده يا فاطمة، ايام بابا الله يرحمه كنت بتبقي تعبانة وعلى اخرك، ومع ذلك موجودة ده صحيح بكامل طاقتك فعلا فعلا قدامه، ده صحيح لكن من وراه حاجة تانية. ده فده اللي انتي صحيح بتعمليه في الشغل. عشان كده بقولك هو مراية، هو بيورينا نفسنا بنعمل ايه. لو انا لاحظت نفسي في كروشيه بعمل ايه، هلاقي نفسي بعمل ده في الحياة بره. في حد ليه اي سؤال تاني؟ مفيش بسرعة يا سوزان ولا بالراحة، كل واحد بياخد وقته، وكل شعور لو مشي بالطريقة الصح، ان احنا اعترفنا بيه، تقبلنا انا زعلانة، حقي ازعل، هدي نفسي وقت ان انا ازعل، هفرغ حزني، هكتب، هتكلم مع حد موثوق، هروح لحد متخصص اتكلم معاه. هعرف امشي اسمها ايه البروسيس، يعني الخطوات اللي توصلني للمكان الصح. لكن مفيش حاجة بسرعة ومفيش حاجة بالراحة، كل واحد له سرعته وطاقته. طيب انا ساعات مثلا و... بس هي بتبقى فرق برضو يعني مثلا ممكن تقابلني مشكلة، بس مشكلة كبيرة كبيرة، بس انا مش عايزة اديها الاهمية بتاعتها، مش مأثرة عليا، فدي بتبقى عادي يا ريهام، صح؟ يعني انا شايفاها بتبقى يعني عادي، بعدي عادي. تفتكري انتي شايفاها عادي، بس تفتكري هو انتي كلمة ان انا، يعني في كلمة كده استوقفتني، انا مش عايزة احس انها مأثرة عليا، هو ده انا فهمت صح ان هو نوع من انواع الهروب؟ لا مش كده خالص، لا هي مشكلة كبيرة. يعني مثلا مثال، هو السؤال جالي دلوقتي لاني اوقات بمر بده، يعني في مشكلة كبيرة موجودة، بس انا مش عايزة ادخل نفسي فيها. يعني ممكن تزعلني وكل حاجة، ولكن يعني انا حاسة ان هي مش مؤثرة عليا، بس هي كبيرة. انت فاهمة فكرتي؟ هي مشكلة كبيرة، بس هي مش مؤثرة عليا انا كفاطمة، فده هي عادي. فعلا مش مأثرة عليكي فعلا حقيقي، ولا لا انتي مؤثرة. بتعملي ده نوع من انواع حماية فاطمة؟ ممكن نقول كده، ممكن نقول كده، او مثلا ما هقولها لك برضو بطريقه تانية، بس هو المقصود في الاول ان هي مش مقصره. يعني انا مش شايفه ان هي مقصره مش عايزه اديها حجم اكبر من حجمها مثلا. طيب لو مش عايزه مثلا تاثر على مش فاطمه، عايزة انا اديها، عايزه طب فاطمه. هسأل سؤال، مش عايزة اديها اكبر من حجمها ليه؟ او مش عايزة اديها حجمها ليه؟ علشان ما تاثرش عليا، هتاثر مثلا على شغلي، هتاثر على صحتي لو انا اتضايقت وزعلت. هل ده يبقى طبيعي؟ انتي اللي عايزة تصغريها يا فاطمة، صح؟ مش عارفة، ممكن أنا باسألِك أصلًا، هو ده طبيعي؟ ده طبيعي يعني بصي يا فاطمة، احنا اتفقنا ان مفيش طبيعي ومفيش المفروض ومفيش صح وغلط، لكن انا
بشوف نفسي ايه اللي بيمشي معايا. انا اتعلمت بخبرتي مع يعني انا روح عايشة في الكائن ده او في الجسد ده، انا بقول في الماشين دي، في الآلة دي اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى. إيه، اتعلمت ايه عنها؟ فاطمة اتعلمت ان انا لما ببقى واعية انها مشكلة، عارفة انها كبيرة، ده من كلام فاطمة، وصححي لي لو غلطت، وواعية انها كبيرة، بس انا بستخدم حيل دفاعية ان انا اركز في شغلي وانا شايفاها وحساها، بس متجاهلاها علشان ما تاخدش اكبر من حجمها. مم. إذا أنا واعية بده ودي خطواتي اللي أنا بمشيها وكل مرة بنجح فيها، فأنا هنا اتعلمت عن نفسي طريقتي في مواجهة المشكلة. حلو الطريقة بتنجح، تناسب حلو شخصيتي. حلو. اصلي تعرفي السؤال ده جالي ازاي لما انتي بتقولي احنا لازم اي حاجة بنمر بيها لازم نطلع ده من جوانا، يعني الحزن اللي جوانا لازم نطلعه بأي شكل من الأشكال، مش نطلعه، أو نحسه الأول. ما هو أو عشان نحسه تطلعيه لازم تحسيه. أو نواجهه بينا وبين نفسنا. تمام. طيب فلنفرض في مشكلة، بس أنا مش عايزة ولا أواجه نفسي بيها ولا عايزة أتكلم فيها، لأني حاسة لو أنا واجهت نفسي بيها لأ يعني هتأثر عليا، هتأثر على شغلي، هتأثر على فاطمة. فهو ده كده يعني تمام، هو ده صح، دي طريقة صح. طب خليني نفرق هنا بين حاجتين. في فرق بين إني أنا أحس المشكلة وابقى يعني اعمل تقبل انها موجوده، ابقى عارفه ان في مشكله، وفرق تاني بين ان انا اغرق في الاحساس ده وافضل عايشه بيه لدرجه انه يشدني ويرجعني لورا. فاللي انا فهمته من فاطمه انها بتحس ان المشكله موجوده، بس هي مش عايزه المشاعر تكبر زياده عن اللزوم فتشدها لورا، فبتعمل حيله دفاعيه. انا شايفاكي وعارفه ان انتي زعلانه، بس أنا هجيلك في وقت تاني. فبتختار آه. الشعور اللي تعيشه دلوقتي علشان الشعور اللي هنا اللي هو مضايقها ما يشدهاش ويوقعها. أنا كده صح ولا صح مش جدا يا بوصف ريهام، صح؟ هقول لك. لا لا، صح جدا، بس اللي انا عايزه ارد عليكي فيه ان فعلا اللي انتي قلتيه ده بيحصل معايا، الحالتين بيحصلوا معايا. يعني اول حاله يعني ده فعلا فعلا حقيقه بتحصل معايا، ان انا بتواجهني مشكله فلاقي نفسي لا، انا مش عايزه اديها اهميتها. ممكن اللي حواليا شايفها كبيره، طب خلي بالك دي مشكله كبيره، انا مش شايفاها مشكله كبيره، مش مشكله، انا مش عايزه افكر فيها، فبتحصل معايا ان انا بتركها. وفي مرة تانية لأ، أنا باكلم نفسي فعلًا، طب ما هتأثّر عليَّ، لأ أنا مش عايزة تشدّني زي ما أنتِ بتقولي كده، مش عايزة تشدّني لورا. هي مزعلاني، بس أنا مش عايزة أدّي لنفسي فرصة إن أنا زعلانة، أنتِ فاهمة إزاي؟ مم. أو أدّيها أهميتها في مش عايزة ده، بس أعتقد مم. التانية هي اللي بتوجع أكتر، صح؟ اللي هي اللي إن أنا هو مش عايزة أديها. لأ، اللي مش عايزة أدّيها دي وما أثّرتش عليَّ في الأول، دي بيتهيأ لي عادي، لإن هي خلاص هي مش مأثّرة عليَّ. هي مشكلة وكده، بس هي مش مأثّرة عليَّ، فأهم حاجة فاطمة من جواها إيه، دي حاجة، دي بيتهيأ لي دي مش مشكلة، صح كده؟ لكن اللي هي مشكلة إن في مشكلة، بس فاطمة مش حابة إن هي تأثّر عليها، فاطمة موجوعة، بس مش حابة إن هي تأثّر عليها، فبتبعد وتتركها وبتتجاهلها وما تفكّرش فيها، حاسة طب إن أنا دي هسألك سؤال يا فاطمة، هل دول أنواع مختلفة من المشاكل؟ يعني بتقصدي إن دي حاجة ودي حاجة، دي مشكلة ودي مشكلة؟ هل ده حجم مشكلة معين أو مشكلة ينفع ما تأثرش على فاطمة فبتتركها خالص ومش بتركز فيها، ودي مشكلة بتأثر على فاطمة بس هي فاطمة بتبقى حاسة وبترجع تختار إنها تجنبها علشان تعرف تتخطاها؟ هل نوع ما هو المشكلة على له حسب دور؟ أيوه، أيوه، ما هو على حسب المشكلة يا ريهام، ما هو هاقول لِك على حاجة، ما هي المشكلة اللي لو حاصلة معاكِ من حد قريب منِّك أوي، يعني أكيد، أكيد أنتِ هتوجعِك، ده أكيد. بالظبط. بس لكن لو مثلًا بعيدة يعني على السوشيال ميديا، في الطريق وأنتِ ماشية، أي حاجة، أي حد مش قريب منِّك، فدي اللي هي لأ، يعني هي حاجة تزعّل، بس أنا مش عايزة أزعل، خلاص هي عدِّت.
فاهماني؟ لكن لما شفتي انتي بتكون وصلتي للحل بنفسك ازاي؟ ان هي على ايوه حسب نوع المشكلة انتي بتتعاطي معاها ازاي. ايوه وده على فكرة بس في ذكاء منك، حاجه لان انتي عندك حيل دفاعية متزنة. انتي بتعرفي تشدي فاطمة ترجعيها لمكانها الصح. بس اوقات برضو بتبقى المشاكل قريبه منك قوي تستاهل ان انت تزعلي، بس هي مش مقصره. يعني ساعات بتحصل معايا، يعني شوفي انا جبتها لك من كل النواحي ازاي. يعني حتى يعني اوقات بتبقى قريبه مني جدا وليا الحق، انا ليا الحق وانا المفروض ان انا ازعل، ولكن لا، حاسه ان انا مش عايزه ازعل. يعني في ففي الحالة دي الجزئيه دي بتبقى حجم المشكلة. حجم المشكله كبير وفعلا حد قريب منك، وليكي حق تزعلي وانت اللي ليكي حق، ولكن انا بهرب من ده، مش عايزه. ده غلط، صح يا ريهام؟ هو الهروب طبعا غلط. بصي هقولك، الفكرة ان انا لو بضغط على نفسي ان انا ما ازعلش، ده غلط. الفكرة ان انا لو بهرب من المشاكل مثلا زي مدام ميرفت، برضو غلط. لو انا بسيب نفسي للمشاكل وافضل ساكتة علشان انا مش عايزة اواجه الناس، برضو غلط. لكن الحل في التلاتة التوازن اللي انتي كنتي بتعمليه. انا حاسة المشكلة كبيرة وفاهمة انها كبيرة، هحلها، بس مش وقتها، مش هغطس فيها. هروح اخلص اللي ورايا وارجع افكر بعقل هادي تاني فيها. وهروح يعني التوازن، افضل رايح جاي في خط متوازن. هل احنا في كل وقت بنعرف نكون الشخص ده؟ لا طبعا. لا لا طبعا. لا هل انا ككوتش متعلمة وواحدة دارسة علم نفس بكون في التوازن ده باستمرار؟ لا طبعا. لا، انا بالنسبه لي لا. بس برضه هقول لك على حاجه ريهام. مؤخرا ده فعلا اللي بيحصل معايا، ان انا بحب التجاهل اكتر. لو قلت لي طبيعي او مش طبيعي، ده اللي بيحصل معايا. بحس ان انا مم. لا، انا مش عايزه افكر. ليه؟ تعرفي ليه يا ريهام وصلت معايا المرحله دي ان انا مش عايزه واتجاهل؟ لاني زي ما مدام ميرفت كده قالت من شويه، قالت انا ما بغلطش. يعني ما معنى كلامها؟ قالت انا ما بغلطش وانا دايما اللي بيكون ليا الحق، ومش شايفه ان انا عملت حاجه غلط. فانا فعلا ده، يعني انا واخده من شخصيه مربوطه قوي، فبحس ان انا لا، انا ما بغلطش. ففعلا يا ريهام دي طبيعه فاطمه. انا فعلا ما بغلطش، وما بغلطش في اللي قدامي، ولا بتعدى حدودي مع اللي قدامي. فهنا لما بيحصل بقى مشكله، فهنا انا ببعد. ليه؟ خلاص انا ما غلطتش، مفيش اي حاجه عندي، فانا ليه اعاتب؟ ليه ادخل نفسي في زعل؟ ليه اعمل كذا؟ لا، طيب ما انا ابعد. فانا حاسه طب انا برضو عايزة ده اسأل بالنسبه سؤال لي هنا بقى يا اريح فاطمة. ليا دلوقتي. يعني الاخر هو اللي بيغلط فيكي زي مدام ميرفت كده؟ اه ايوه. طيب لو الولد هنا غالبا. هسألك سؤال. طب هي فين فاطمة بتغلط في حق نفسها؟ لا، وضحي لي، يعني ايه؟ يعني اللي غلط في فاطمة ده هو إن حد تعدى حدوده. تمام. فين فاطمة بتتعدى حدودها مع نفسها؟ لا، مش قادره افهم، يعني بتقصدي ايه؟ بتقصدي انا يعني بغلط امتى في فاطمة حاجه فيها بتيجي على نفسي؟ نفسها؟ مثلا حدود فاطمة مثلا إنها بتنام الوقت الفلاني، بتدي نفسها راحة تناسب طاقتها. فين بتيجي على طاقتها؟ فين بتيجي على راحتها؟ عشان مثلا تخلص اصلا انا عندي اوردرات مش عارفه ايه فهاجي على ده نفسي في راحتي. هو ده بيحصل، انا باجي على نفسي كتير فعلا. يبقى مين اللي ادى ما هو انا لما هكون كوبايتي فاضيه مش هعرف املى اللي حواليا. ثواني، يعني زي انت عايزه المثال اللي قلت. تفهميني، يعني انت عايزه تفهميني اللي بيغلط، الطرف الاخر اللي بيغلط، احنا اللي عطينا له الحق ده؟ ممكن، وارد، اديتهوله بشكل غير مباشر لان انا مع نفسي مش مهتمه بيها. ما هي دي نفسي يا جماعه، دي بيبي جوانا. يعني احنا يعني
بعد عمر طويل او قصر لينا احنا هنحاسب على نفسنا، احنا عملنا فيها ايه؟ طيب احنا نفسنا دي حميناها الاول، حمينا حدودها مع بيننا وبينها، ما هو بين طيب فاطمه وفاطمه. طب انا هقول لك على حاجه. طيب فلنفرض انا طبعي كده و... و... هي دي شخصيتي. يعني انا بطبيعتي يا ريهام بحب قوي ادي اللي قدامي قوي، وممكن اجي على نفسي كتير كتير، ده مش ممكن، ده دايما بعمل كده. فبحس ان دي طبيعتي، ما بقدرش ان انا اغيرها، ما بقدرش ان انا اكون انانيه، ما اعرفش. بس ما اعتقدش فاطمه الهدى ما برضو قالت تقدرش. حاجه. اه الهدى قولي برضو قالت اتفضلي. حاجه، قالت ما انا تقريبا، لو صلحي لي لو انا ناسيه الكلام، بس هي قالت ان يعني حاسه ان هو ده الصح، ان هي تكون انانيه. يعني شايفه دي المعامله اللي المفروض تبقى صح يعني. طب نعمل ايه مع الطبع اللي هو فعلا بيحب يدي 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 وما بياخدش؟ لا وكمان بيبقى فيه على مش عارفه هقدر اعمل ده ولا لا يا ريهام، مش عارفه. ما هو بصي يا فاطمه، فاطمه ما ينفعش تقول اقدر اعمل ولا ما اعملش، لان دايما فاطمه تقول لنا فيكي وعيدي انت تقدري تعملي احسن، ففاطمه تعرف تعمل الاحسن. والله هحاول يا ريهام، هحاول، ما اعرفش، بس بحس ان حاسه ان انا مش هعرف اغير طبعي، مش عارفه. شكرا شكرا نادية، شكرا. هحاول بقدر الامكان. شكرا شكرا نادية، شكرا. هحاول بقدر الامكان ان انا اغير، بس حاسه ان هو طب هقول لك، طب بصي هخليني اسالك بطريقه تانية، لاني فعلا ده اللي معايا دلوقتي. انا مثلا واحده بدي زي ما بقول لك، بدي 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 ومن قلبي، واللي قدامي ممكن لو طلب عينيا اقدر، يعني لو اقدر اديها له هديها له. مم. طيب احنا يعني انا كفاطمه اقدر ان انا اغير طبعي ده ازاي؟ ما هو انا طبعي كده ومش عارفه اغيره. انا اغير طبعي ده ازاي وليه تغيريه؟ ليه علشان ما اعمل تغ... حدود؟ عشان اعمل حدود للي قدامي. ما هو خلاص، ما هو انت من شويه قلتي ايه؟ يعني انت جايه على نفسك، صح؟ طيب انا بقى مم. هخلي بالي من نفسي واعمل حدود كمان للي قدامي، علشان انا ما بقاش كده، ما بقاش كل حاجه بديها بدي بدي ما باخدش. هل انت فهمتي كلامي ان انا اروح من اقصى اليمين لاقصى الشمال؟ يمكن اكون عايزه توضيح. يعني مش معنى ان انا بقول لك يا فاطمه ان انت، او هقول لك بمثال تاني انت بتعمليه معانا احيانا، انت بتتغاضي عن اخطاء احنا بنعملها اذا كان الخطأ يمشي، صح؟ ليه انا ما باخدش نفسي بالراحه وتقولي المره الجايه لما هتعمليها تبقى احسن؟ ليه هنا عايزه اوصل من هنا لهنا بسرعه الصاروخ؟ انا حاسه بني ان ادم. حاسه ان الموضوع عاوز فعلا ان هو نشتغل على نفسنا. احنا فعلا نعامل نفسنا زي ما انتي بتقولي كده، بيبي صغير، ونحاول ان احنا نعوده على حاجه بالظبط. جديده وتكون صح. ودي مش انانيه، دي مش انانيه، انا يعني ومش بقول لك ما تديش، لا ادي، بس انا هدي بوعي، هدي اللي يستاهل، هدي اللي يقدر، هبقى ببذل مجهود بدل ما ابذل مجهود في عطاء زيادة، هبذل مجهود في اختيار مين اللي يستاهل العطاء ده. ما هو بقى المشكله يا ريهام ان انتي حتى العشرة مش بتبين لك. يعني انت حتى يعني عارفة لما انت لسه بتقولي ايه، نشوف مين اللي يستاهل وما يستاهل، حتى العشرة دلوقتي ما بقتش تبين لك اللي قدامك ده يستاهل ولا ما يستاهلش. فعشان كده احنا والله يا بنقف. فاطمة بيبقى فيه حاجات بتبان، هو احنا اللي بنتغافل، نقول لا 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 هي مش قصدها، صح. لا لا هي الموقف ده اصل هي فلان قالت فهي اتنرفزت هي دي يا فعملت مش ريهام، عارفه ايه. هي دي يا ريهام فعلا، هي دي عندي انا. فعلا فعلا دي عندي انا. انا برضو بلاقي نفسي بعدي، مش مشكلة. وعلى فكرة لناس كتير كده، حتى هنا في البيت اخدوا بالهم،
على فكرة انت بتقولي طب ما هو عمل كده وعملت كده. لا لا ما يقصدش. لا 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 ده فاكرين افتكر الحلو وما افتكرش الوحش. طب خلي بالك هو عمل كذا، طب خلي بالك هي عملت كذا. فلا طب لا طب فاكرين لما هي عملت كذا عملت حاجة حلوة اهو. فدايما افتكر للي قدامي الحلو، حتى الموقف اللي يعمله انا بعديه. فعلا انا كنت بعمل كده، فبعدي للي قدامي كتير. فهل دي يا ريهام اللي تقصدي يعني الحدود اللي كنت بتتكلمي عليها من شوية؟ هو انا ما بقولش مش معنى كلامي يا فاطمه ان انا اقول لك انك اول ما اللي قدامك يعمل حاجه غلط تقفي له بالمرصاد. لا، لا انا هبقى بس واعيه، مم. بس هبقى واعيه. طيب هو عمل المره اللي فاتت كذا وقبلها كذا وقبلها كذا، فبالتالي انا هدي برضو بس بحدود. واول ما هبتدي وهقيس وهشوف لما انا هحط حدود ايه رد فعله. فلو انا هتجرح جامد مثلا، لو انا اديت بعطاء زيادة، لا انا بقلل شوية الجرح عن نفسي، بيبقى يعني الخبطة بتبقى اقل ايوه وبكتشفها بدري قبل ما اكون انا وقعت في عطاء زيادة. ولا انت ايه رأيك؟ طيب. لا لا تمام معاكي حق، بس انا عايزة اسألك انت بقى كريهام، يعني السؤال بقى يعني انا بسأله ريهام، ريهام عايزة الإجابة بقى من ريهام. اي واحده فينا مثلا وقعت في مشكله، انا عايزه منديل. في واحده، اي واحده يعني فينا يعني وقعت في مشكله، تطلع من المشكله دي ازاي؟ يعني انت كريهام بقى قولي لنا، عايزه منديل. انت كريهام قولي لنا اطلع من المشكله دي ازاي وانسى المشكله دي، ما تخليش المشكله دي تسحبني وبشكل طبيعي. هو طبعا على حسب المشكلة، يعني لازم أكون أنا عارفة المشكلة، لأني مش زي ما أنتي كنتي بتقولي كده، لو حد زعلني في الشارع مش زي حد أو مشكلة كبيرة في حياتي أساسية. فهي كل لا ما احنا بقى مشكلة مش هنقول ليها. بقى، ما احنا مش هنقول مشكله بقى كبيره، احنا هنقول دلوقتي مش هنقول مشكله حد، لا احنا بقى وقعنا في مشكله وحد يخصنا. ففي مشكلة إحنا وقعنا فيها، هل إحنا يعني نتفادى ده إزاي أو نطلع إحنا بقى بشكل طبيعي إزاي؟ طب اديني مثال يا فاطمة، لأن لازم كل مشكلة هيبقى لها حلها، يعني عارفة. لأ ما أنا مش عارفة أقول لك مثال، بس أنتِ عارفة أكيد بنمر بمشاكل بتكون مثلًا خاصة من أقرب الناس ليكِ مثلًا. ما هو أنا ما قُلت لِك إحنا عايشين في دنيا وإحنا مش ملايكة، فبيقابلنا أكيد مشاكل. يعني أنا باتكلم في مشكلة بشكل عام. انا دلوقتي كفاطمه وقعت في مشكله كبيره، المشكله دي سيبك من حلها، انا بتكلم بقى على التاثير النفسي عليا انا كفاطمه. ما خليش المشكله دي تاثر عليا، اديها فرصه تاثر عليا، فاعمل ايه؟ هو ده سؤالي ليكي، مفيش اعمل حاجة ايه مش عشان ما اخليش هتأثر عليا يا المشكله دي فاطمة. احنا كائن بيأثر ويتأثر، احنا بنتأثر وبنأثر. يعني زي ما انتي مثلا فاطمة بتشتغل كروشيه ما شاء الله، وفنانة أول قناة عربية وبتعلم الكروشيه. هل انتي مش بتأثري في الناس وبتتأثري بالناس؟ لا طبعا بتعملي كده. فاحنا ده طبيعي في البشر، دي طبيعة خلقة ربنا دي للبشر ان مشكله احنا عندنا يا بنأثر. ريهام. سامعيني؟ مساء النور، اهلا دينا، سامعاني يا فاطمة؟ عندها ده كويس ان هي طلعت معايا على فكره. شكرا شكرا، تسلم ايديكوا والله قولوا تسلم. لي يا بنات، حد سامعني ولا ايه الاخبار؟ معاكي انا النت كان فاصل، قولي لي. قلتي ان انا بقول بأثر مع الناس اه وبتأثر بايه بقى؟ وبتتأثري بالناس، يعني احنا بنأثر ونتأثر، احنا كائن اصلا تمام ربنا خلقنا متفاعل. تمام. فلازم هتتأثري بالمشكلة، بس الفكرة التأثر بتاعي هيكون إلى أي حد؟ هيكون للحد الضار ولا للحد إن أنا حسيت ففهمت فعرفت أحل؟ ايوه ما هو تمام، ما هو بس ما هو انت وقت المشكله انت ما بتعرفيش اصلا تفكري فيها. اول ما نقع في اي مشكله ما نفكرش فيها. عارفة ليه يا فاطمة؟ علشان إحنا بنعمل حاجة من اتنين: يا بننكر الشعور اللي إحنا حاسينه،
بننكره اصلا. في ناس اصلا ما تعرفش يعني ايه شعور، يعني انا مش عارف انا حاسس بايه. لو سألتك مثلا فاطمة انت حسيتي بايه في الموقف ده، مش فاكرة. في ناس بتحس كده ما تعرفش توصل. هقولك على مثال بمناسبة الموضوع ده. اول ما جيت الامارات هنا، فما بتدخلي اي مستشفى لا قدر الله، يعني بعد الشر عن كل السامعين، لو الواحد وعليكم تعبان السلام. ودخل المستشفى علشان يكشف، فاول ما بتدخلي بيقولوا لك كده بصي عندك من 1 ل10 قيمي لي التعب اللي انت حاساه. ففي الاول خالص انا ما كنتش بعرف اقيم، لان انا من النوع اللي الحمد لله بتحمل الالم وببقى كنت لسه فرحانه هقول قوي لك بنفسي ازاي. وشايفاها ميزه ما حصلتش كنت لسه يعني. هقول لك ازاي هتقيمي. ازاي كنت فاقوم لسه قايله لها حاسه 2 الالم 2، تقوم باصه باستنكار كده 2 جايه من المستشفى وتدخلني للدكتور، اخرج بشنطه ادويه. ايه 2 اللي انت حطيتيها دي؟ لحد ما فهمت ان احنا اصلا ما تعلمناش يعني ايه مشاعر. ما تعلمناش نقول انا موجوع، انا صح زعلان، انا صح غضبان، انا عطشان، انا جعان. ما تعلمناش ده. وهتلاقي عندنا في التعليم الاجنبي اول حاجه بيعلموها للاولاد المشاعر. قولي الشكل الزعلان ده، يجيبوا لهم الفيسز اللي هي الايموجيز بتاعتنا دي. ده زعلان، ده فرحان، طب الفرحان بيعمل ازاي، الزعلان بيعمل ازاي، ما هي عشان المشكلة يا يعرفوه. هدى، المشكلة ان هي كلامها صح، انا عايزة اوصل معاها النقطة. هي المشكلة ان هي كلامها صح، انا معاها. وفعلا احنا ما اتعلمناش ان احنا نحترم شعورنا. بس في حاجة يا ريهام، وانا برضو عايزة اوصل معاكي النقطة. ما هو اصلا الزعل ده، احنا دلوقتي خلاص، انا دلوقتي غضبانة وزعلانة ومتضايقة. ما هو انا لو انا اعطيت نفسي فرصة ان يعني احترم شعوري واسيب نفسي باللي انا حاسة بيه، ما هو انا كده هتعب نفسيا، لان الزعل هيوديني في حتة تانية. انتي فاهمة فكرتي؟ هو ده اللي انا انا عايزة اوصله. فاهماكي. في فرق ايوه. كبير، وانا قلت لك انا في فرق كبير بين ان انا احس المشاعر واتقبلها علشان اتحرك، وان انا انغمس فيها. انا كنت الشخصيه اللي بتقولي عليها دي يا فاطمه، اللي بتنغمس في المشاعر، بعيش قوي في الحزن، بعيش قوي سنين في الفشل مثلا، في الخذلان. لا، خلاص انا حسيت. بصي، الشعور ربنا لما خلقه علشان احنا نحسه. مجرد فترة الإحساس هي 90 ثانية، فبياخد 90 ثانية. أنا حسيته اللي هو تمام، ايه؟ حلو قوي. الاحساس بالزعل بتقصدي؟ الإحساس، مش الإحساس اه بإيه، الإحساس في حد ذاته. أنا حسيته. تمام. أوكي، طيب تمام. ابتدي بقى تصرفي، ابتدي فكري، فعلي بقى اللي بعده. في فرق بين المشاعر وبين العقل وبين التصرفات اللي هتعمليها وبين الأفكار. احنا مدخلين كله في بعضه. انا زعلان وغضبان، هقوم اكسر الدنيا وهعمل وهسوي، او هدخل اشتغل لغايه ما اتقلب انام. لا، ما هو ده انا اللي انا بعمله احس، فعلا. انا انا احس زعلت ادخل على شغلي. مم. بالظبط. فبتدخليه كله في بعضه. طب انا احس ايوه. بالمشاعر دي وابتدي اشتغل عليها، اتقبلها، وابتدي بقى اذا كان في تمرين ان انا مثلا اقعد اكتب ايه الشعور اللي مضايقني. في ناس ما بتحبش الكتابة. اسجل انا زعلانة، لان الكلام هو نفسه. بصي، انا وصلت معاكي دلوقتي للنقطه اللي انا عايزه اوصل لها او افهمها. ما هي دي بقى، يعني اللي هو انا، طب ما هو انا لما بزعل انا بروح اجري على شغلي واضغط نفسي في شغلي لحد زي ما انت بتقولي كده، خلاص انا ما احسش بنفسي انام، ويمكن مم. يغمى عليا من كتر التعب، خلاص انا مش حاسه بقى، لاني انا اللي عايزه اضغط نفسي في الشغل عشان ما افكرش. فانتي بقى بتقولي ان لا، احنا لازم ندي يعني نعمل احترام لمشاعرنا، وان احنا لازم نحس بالزعل ونطلع اللي جوانا. طب ما هي بقى الفكرة في كده، انا كفاطمة هقول لك، انا كفاطمة لو انا عطيت لنفسي فرصة ان انا ازعل، انا بتعب، انا بتعب حرفيا. فهو ليه ده يا بقى فاطمة؟ السر.
ليه بتعب؟ عشان بعيش الزعل اكتر من اللازم. لا، مش لا، ما هو بصي، خلينا برضو يا ريهام متفقين ان في زعل، لا هو يستاهل الزعل، في مشكله تستاهل الزعل، فاهمه الفكره؟ فهي امم مشكله مثلا بحجم كبير، فهي فعلا انت زعلتي خلاص، زعل بيجيب تعب، هو ده بقى اللي انا النقطه دي، هو ده بقى لو انت كنت فهمتي سؤالي من الاول او اللي انا عايزه اوصله لك، اللي هو محتاجه منك اجابه ليا، اللي هو طيب انا دلوقتي وقعت في مشكله، والمشكله دي فعلا مأثره عليا، مزعلاني، عيطت بقى، انهارت، اي حاجه، اي مبرر، انا اي شكل من الاشكال انا طلعت اللي جوايا. طيب اعمل ايه عشان انا مش عايزه بقى ادخل في مود الشغل عشان ما اضغطش نفسي. طيب انا بصي يا خلاص عرفت. فاطمة، لو انا كتبت زي ما انا بقولك، فانا بكتب انتي زعلتي من ايه يا ريهام. انا هديكي تمام، مثلا الصياغة بتاعتي. تمام. انتي زعلتي من ايه يا ريهام؟ انا زعلت من كذا وكذا وكذا، فاطمة قالت لي كذا كذا فانا اتضايقت. تمام. طيب هي فاطمة هنا تقصد الكلام ده يا ريهام؟ مم. هي كانت قصداه، هي قالت وعملت وعادت وسوت مثلا. مم. طيب انت متأكدة انها قصداه ولا هي قصد حاجة تانية؟ بيبقى الكتابة مش مجرد انا زعلت، انا بيبقى فيه مم. حوار، بخرج، بفكر بصوت عالي، او اقعد مع حد موثوق. مش موثوق يعني انا واثقة ان هو مش هيقول الكلام، لا موثوق ان هو هيعرف يمشي معايا. انا في حالة مشاعر، وهو محتاجة حد يكون بيعرف يمشي خطوات يشدني، مش يزود مشاعري. مش هروح مثلا ارغي مع واحده صاحبتي تقول تصدقي ده فاطمه دي بنت لذينه، هي ازاي تبص لك بالطريقه دي؟ ما انا كده بحط نفسي في مشاعر زياده. هي اسماء بتقول هي المشكله اننا نخرج زعلنا ده لمين، ما هي لسه بتقول استاذه ريهام بالظبط، ان لحد موثوق، حد موثوق فيه. يا حد موثوق، يا اما حد زي الكوتشز او الثيرابيست، شكرا يا احنا ريهام. بنلجأ لهم. او وعلى فكره يعني بالمناسبه يا فاطمه، لو نلاحظ ان كل المشاهير دلوقتي بقى عندهم حد بيساعدهم، بحد من الكوتشز زي محمد صلاح مثلا، ما كانش يقدر يوصل للمرحلة اللي هو فيها إلا لما بقى معاه حد بيساعده. وهتلاقوا الناس المتزنين من المشاهير اللي مش بنلاقيهم بيعملوا مصايب كبيرة هم معاهم حد. ليه؟ مم. علشان هم بيمروا بضغوط، هم بشر، هم مم. ورا الكاميرا بشر، واللي بيعيشوه من تمثيل بيأثر على نفسيتهم. مم. فلازم يلاقوا مكان يفرغوا فيه، وإلا هيطلع في أهلهم وفي الجمهور وفي الناس التانية، ومش هيعرفوا يوصلوا لتحقيق أهداف.